السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة بعمر كورة عالمية. توابع فوز الأهلي على أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية. طبعا كل يعني مش عايز أقول لك إن إيه مصر بس، لا كل العالم العربي فرحان بالنادي الأهلي إلا قلة معروفين، قلة يعني مجموعة من يعني للأسف للأسف مجموعة من ناس، يعني ناس مهمة من نادي الزمالك زي المستشار مرتضى منصور، زي مثلا ناس معينة كده هو ايه. وحتى في تصريحاتها يعني ما توضحش ان ده اساسا محلل، لا محلل ولا معلق ولا مذيع ولا مسؤول. في ناس مسؤولين من نادي الزمالك بتقلل من فوز الاهلي على اوكلاند سيتي، اللي بيقول لك ان ده فريق ضعيف، ان ده فريق على قدها. يعني واحد زي احمد عيد عمال يقول لك ده فريق ضعيف، ده فريق على قده. طب ما الفريق اللي على قده ده اتغلب ثلاثه، طب ما انت اتغلبت ثلاثه من النادي الاهلي. يعني انت كمسؤول في نادي الزمالك مثلا، او بتشجع نادي الزمالك او منتمي نادي الزمالك، الاهلي فاز على الزمالك ثلاثه، يبقى الزمالك ضعيف، يبقى الزمالك على قده. ماشي. الصبح عبد السلام ولا الفول كذا، ويقول لك ايه ان الدوري المصري في انديه في الدوري المصري احسن من اوكلاند سيتي. دي فرقه ضعيفه. دي بطوله كاس عالم يا جماعه، دي بطوله كاس عالم. يعني اعمل زيها، اوصل زي العب دور تمهيدي. يقول لك ايه ان ده دور تمهيدي، ودي فرقه دايما بتطلع من الدور التمهيدي، وان هي عمرها ما عملت حاجه. يا عم انت مالك ومال الفرقه دي؟ انت بص للنادي الاهلي. الاهلي لعب وادى وسجل وعمل فنيات. الاهلي يعني شخصيته بانت امس فعلا، حتى لو فريق ضعيف. طب في فرق في الدوري المصري، فرق في الدوري يعني هنشبه. ايه رايك ان اقوى فريق في الدوري المصري بعد مثلا الاهلي والزمالك بيراميدز في فرق كده؟ لا، اوكلاند سيتي احسن منها. ورغم كده الاهلي ممكن يتعثر قدام فرق كتير في الدوري ويبانش بالمستوى ده، لكن الاهلي امبارح ادى وبان بمستوى رائع ومستوى قوي. شخصيه الاهلي بانت. وفي برضه مسؤولين كتير يعني زي مثلا ابراهيم فايق يقول لك ايه، الاهلي بابا الشغلانه. الاهلي يعني كتب التاريخ. الاهلي يعني هو غول افريقيا. وفعلا الاهلي سطر التاريخ. 19 مباراه في كاس عالم للانديه، 19 مباراه، 8 مشاركات. تيجي تقول ان ده فريق ضعيف وده فريق قوي؟ ما تقللش من النادي الاهلي. مع انك انت بتقلل من الفريق اللي قصادك، يبقى انت مثلا بتلعب مع فرقه ضعيفه تفوز عليها، يبقى ده فريق ضعيف. انت بتقلل من الفريق اللي فاز. يلا ما علينا، هي دي ايه. هم عايزين دائما بيهدوا الفريق. طبعا عندك الاهلي امبارح اخذ راجل المباراه محمد شريف. محمد شريف في ناس ما تعرفش الاداء اللي عمله محمد شريف امبارح. ماشي، محمد شريف كان كويس، حسين الشحات، محمد هاني. الاساسي زي الاحتياط في الاهلي، الاساس زي شوف حتى التصريح بتاع كولر، قال كولر تصريحه يعني تصريح بيوضح ان الراجل ده فاهم، راجل عقلاني. قال لك ايه، احنا لعبنا مباراه جيده وحققنا الهدف، وهذا هو الاهم، ولكن علينا في المباراه اللي جايه امام سياتل نكون افضل من كده. شوف احنا نكون امام سياتل نكون افضل من كده، لان المباراه اللي جايه اصعب، هي اللي تودينا للمرحله اللي بعد كده ان شاء الله، ان احنا نقابل ريال مدريد. خلصنا من صفحه وقفلنا صفحه الاهلي واوكلاند سيتي. هنخش على طبعا الدوري. مش هتكلم على موضوع، نخش على اخبار الرياضه المصريه، والكل اللي بيتكلم على قفل القيد الشتوي في الدوري المصري واغلاق باب القيد من بدون تسجيل اللعيبه الجديده بتاع الزمالك. 3 لعيبه، احمد بالحاج وشبانه وعندك ناصر منسي. ليه احنا قلنا الكلام ده قبل كده؟ اتحاد الكوره اعلن وبعت خطابات لجميع الانديه، مفيش لاعب جديد في انتقالات يناير هيسجل الا لما كل نادي يدفع المديونيه اللي عليه. وعارفين طبعا نادي الزمالك عنده مديونيه 68 مليون جنيه، مش بلطجه هي. الزمالك قعد لحد الساعه 12 يوم الثلاث ورايح عايز يأيد مين؟ الثلاثه. اتحاد الكوره رفض، وبالاجماع. ده قانون طبعا. حدث ولا حرج. مستشار مرتضى منصور واولاده واعضاء من عنده راحوا اتحاد الكوره، وبلطجه وسب وشتيمه وضرب وتطاول بالايدي وتطاول باللسان، وكالعاده سب وشتيمه، وان احنا هنأيد اللعيبه غصب عنكم. ده اسمه كلام يطلع من مسؤول ومن مستشار من رئيس نادي زي ده؟ وقال لك كمان يعني هدد ووعد جمال علام
رئيس اتحاد الكوره وحازم امام العضو وقال لك ان احنا غصب عنكم ان احنا نسجل اللعيبه دي. طبعا غير التجاوزات والسب والشتيمه في حقهم، وان انتم خلاص مش هتبقوا في اتحاد الكوره. مسنود، يعني مسنود من مين؟ حتى كمان قال ان انا بلغت وزير الرياضه ان وزير الرياضه يحل المشكله. وزير الرياضه قال ان احنا هتحلها كيف يا وزير؟ هتحلها كيف؟ هتدفع انت من جيبك 68 مليون؟ هتدفع من جيب الشعب 68 مليون؟ هتحلها كيف؟ يعني حاجه، يعني لو الموضوع ده حصل زي كده وفعلا اللعيبه دي اتسجلت من غير ما النادي الزمالك، خلاص ما هو القيد اتقفل. القيد اتقفل واللعيبه ما كانتش حره، اللعيبه كانت في عنديه. لو اللاعب حر معلش ممكن بعد كده تسجل وماشي، لكن اللعيبه اللي خدتها دي ما كانتش حره، كانت مسجل مع انديتها، فلا يحق النادي الزمالك ان يسجلهم تاني خالص حتى لو دفع المديونيه. فصراحه اللي بيحصل تجاوزات من رئيس النادي ده خلاص، يعني تجاوزات في حق الكل. ده ما بيقفش على حد، ولا كبير ولا صغير، ولا رئيس نادي ده ولا رئيس نادي ده، ولا بيقف على اي حد. طبعا وكمان يعني الدليل كابتن خالد غندور. طبعا كابتن خالد غندور اعلن قبل كده ان هو يوم 30/11 انه خلاص مش هيتعاقد مع مع قناه نادي الزمالك، ومشواره مع قناه نادي الزمالك انتهى، ولكن قعد شهرين تاني. قال لك انا قعدت شهرين من غير فلوس عشان خاطر نادي الزمالك، وانا بحب نادي الزمالك، ولكن اعلن اليوم، اعلن امس رسميا على الهواء انتهاء مشواره مع قناه نادي الزمالك بسبب واحد فقط لا غير: الضغوطات اللي عليه، الضغوطات الكبيره والكتيره اللي على خالد غندور من الجميع. طب ما شيء طبيعي، ضغوطات ما انت السبب فيها، انت السبب في هذه الضغوطات، او رئيسك هو السبب. رئيسك المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو السبب. قال لك ان انا ابعد عن الساحه الرياضيه عامه واريح دماغي. هل هيبعد فعلا ولا يشتغل في قناه اخرى؟ اتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه يا جماعه. دعم للقناه، دعم للقناه، لايك وشير، واللي مش مشترك في القناه يشترك. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.